نادي الزمالك هيهبط للدرجة الرابعة لو ما لعبش القمة يا جدعان، اعقلوها. ركز معايا بقى يا برنس. ثروت سويلم عضو من اعضاء اتحاد الكرة المصري فجر مفاجأة كبيرة جدا. بيقول لك ايه بقى يا برنس؟ بيقول لك النادي الزمالك لو ما لعبش ماتش القمة عادي جدا هيتخصم منه 6 نقاط، الثلاثة بتوع ماتش الاهلي والثلاثة كمان ماشي. قال لك لا، في مشكلة كمان، ان نادي الزمالك هو من ضمن طلباته ان كل الفرق تلعب الدور الاول. يعني معناها كده ان نادي الزمالك هينسحب كمان من مباريات تانية. ده معناها ايه؟ معناها ان نادي الزمالك لو استمر على موضوع الانسحاب دوت لغاية لما الفرق كلها تلعب ماتشاتها بتاعة الدور الاول، نادي الزمالك هيهبط الى الدرجة الرابعة. الى الدرجة الرابعة، اعقلوها يا جدعان. تمام؟ ودوت مش كلامي، ده كلام ثروت سويلم. عشان ما تقولش اللي انا بألف قول لي انا بهري. فانا قلت اطلع اقول لك الكلمتين يا ابن الناس، وعاوز بقى ردك في التعليقات وتقول لي على موقفك دوت يا برنس.